السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير ان شاء الله وبصحة وسعادة وراحة بال. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين كده معايا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما انتم شايفين واجهة البيت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللون طبعا اسود في ابيض، واخد درجة الكافيه كده في نص، في الابيض، في وسط الابيض كده مترخم بيها يعني. وشكله بصراحة جميل جميل وتحفة، والله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. حطوا لنا اللايك يا حبايب قلبي كده، وصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزيدوا النبي صلى عليه الصلاة والسلام. وعاوزين نقول يعني أعزي نفسي وأعزي مرات أخويا في فقدتها أمها الغالية، الله يرحمها يا رب ويحسن إليها ويجعل مثواها الجنة. طبعا كلكم عارفين أم محمود وحنان من فلسطين، أختنا وحبيبتنا، كانت دايما تسألنا عنها وناس كتير والله. هي في الفترة دي الأخيرة الله يرحمها يا رب ويحسن إليها كانت تعبانة خالص، وكانت لسه أم محمود أول امبارح بتحكي لي على تصرفات اللي هي ابتدت تتصرفها وكده يعني. طبعا عشان خلاص الناس بتبقى حاسه بنفسها اللي بتموت دي، الله يرحمها ويحسن اليها. فنصحتها قلت لها خليكي قريبه خالص منها، والله العظيم يشهد عليا ربنا، قلت لها خليكي تحت رجليها في الفتره دي، اوعي تفرجيها ولا لحظه، عشان جايز انت ما تشوفهاش في لحظه. وفعلا ده اللي حصل، كان بالليل الكلام، تاني يوم هي توفت على طول. بس هم كانوا بيروحوا لها هي واخواتها وبيبدلوا مع بعض يعني، كل واحده تاخد يوم وكده ويقضوا يوم معاها. والله يرحمها يا رب ويحسن إليها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويحسن ختامنا جميعا. هي ست كانت صالحة ما شاء الله عليها، وكانت بتصلي في عز تعبها، وما كانتش بتضيع وقت خالص في عز ان هي كانت تنسى، وعندها زي نسبة الزهايمر دي على الناس الكبيرة وكده يعني. بس ما شاء الله عليها، كانت رحمة الله عليها يا رب، اللهم ارحمها واحسن إليها واغفر ليها يا رب وسامحها، اسكنها الفردوس الأعلى إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء بإذن الله تعالى. وكلكم ادعوا لها يا جماعة بالرحمة. انا اتفاجأت والله بالخبر، الله يرحمها يا رب ويحسن اليها. وعشان هي برضو بلد كده بعيد عننا شوية، بس ان شاء الله هروح اعزي ام محمود طبعا. رب ما يعزكم ابدا ان شاء الله يا رب. زي ما انتم شايفين كده هو البيت، يعني ناس كتيرة اللي طلبت الجولة، انتوا اديكم شايفين البيت متقسم، يعني كل حاجة ظاهرة فيه، ما فيش حاجة مستخبية. وما شاء الله ما شاء الله على البيت، ما شاء الله تبارك الله على البيت وعلى اللي وصل له، يعني حاجة كده لا يصدقها عقل. بس هنقول سبحان الله تعالى، سبحان مغير الأحوال، سبحان العاطي الوهاب، سبحان العاطي الوهاب، سبحان العاطي الوهاب. اللهم ديما نعمة يا رب احفظها من الزوال. شكرا يا رب على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، شكرا يا رب، شكرا شكرا على كل حاجة حلوة. يا رب يهنيهم ويسعدهم يا رب ان شاء الله. ادي واجهة البيت ده كان من اختيار الجمال السيراميك، الواجهة تحفة والله، جميلة حلوة صح يعني. واللون ده هو كان يعني حسيته ينفع للواجهة وكده، ده يعتبر سيراميك يا بنات، ده سيراميك. بس مدي لمعة حلوة يعني، بس هي الإضاءة هي اللي ظلمة يعني، على قد ما بنعرف نصور بالموبايل بنصور والله. هنا قدام البيت برضو كانت الناس طبعا خلصت شغل ومشيت، ووريكم المكان هنا. احلى حاجه في المكان يعني ما فيش حد غريب، مرات عمي جبالي ومرات ابويا جنب مني، فيش حد غريب في البيت خالص. هنا برضو تبارك الله الباب الالمنتال بتاع الحمام متركب اهو، والله ما شاء الله ما شاء الله يعني. اللون البيج، اخترت اللون البيج كده عشان يمشي مع السيراميك ويبقى لونه فاتح بنفس لون السيراميك وكده. واخترت اللون ده، وفيه مرايه من جوه كده اهو، بقفله لكم وافتحه لكم اوريه لكم يعني. في مرايه من جوه شكله حلو خالص. والحتة الخطوط الحمراء ده لزق لسه هيتشال منه يعني، قلت خليه دلوقتي محافظ عليه لحد ما يخلصوا خالص ان شاء الله. وركب له الاكر الراجل وظبطه خالص اهو مشي. وقلت ايه اصور لكم الباب عامل ازاي، جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. هنا طبعا الرملة يعني على طول الرملة، عشان بس محدش يعلق الرملة دي عشان الناس شغالة على السلم، فهتلاقي فيه كمية رملة عند السلم حاجزينها كده اهو، عشان ايه محتاجين الرملة للسلم عشان الردمة بتاعت السلم، لان شغالين الدرج في السلم بيعملوه، فكل شوية اللي نازل وطلع الرملة بتتشد قدامهم. كان بس البيت متبهدل خالص رملة وكده والسجاد، والدنيا اتقلبت عشان الناس قاعدة تحت. فقلت أكنس راحت بصراحة الله يبارك لها أم ساجد، قامت بالمهمة دي كنست يعني، ونفضت السجادة وكده، وأنا إيه قلت أكمل معاها إن شاء الله أوريها لكم في آخر الفيديو.
هنا الحمام عايز اقول لكم يعني بجد بجد كل ما اشوف الحمام نفسي تسد بصراحة. خسرت السيراميك الحلو الغالي وخسرت الاطقم الحلوة دي. طقم كيلوباترا الجميل ده ما شاء الله عليه. ان السباك يا جماعة والله العظيم حاجة تحزن، تقول ما فيهوش مخ خالص. يعني انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات اتفاجأت جدا ان قاعدة الحمام البلدي دي اللي في الوش دي ازاي لسه قاعدة. انا افتكر هيحطوا دي مكانها، خدتش لي بالي خالص. والحتة اللي تسد النفس دي اللي المكان ده اللي هو بتاع البلاعة اصلا من الاول. فبصراحة يعني اقول على السباك، اقول عليه والله، اقول على اللي هو عمله من الاول في البيت ده. هو ضيع حاجات كتير في البيت وعامل حاجات بارزة كده ملهاش اي لازمة، وفي حاجات كتير ارتكبها غلط. الدش هنا لازق جنب الحنفية بالظبط، جنب الحوض. الدش الاستحمام لازق جنب الحوض بالظبط، يعني مفيش مسافة بينه وبين الحوض. القعدة البلدي ما كانش لها لازمة وسابها لنا بالمنظر ده. يعني هخليه برضو يشيلها واحط مكانها القعدة البلدي. هنعمل شوية تعديلات، انا عارفة ان في خسارة هتحصل، بس في شوية تعديلات لازم يتموا بإذن الله. لأن كده الحمام منظره مش تمام. افرض حبت تدخل تغسل شوية هدوم في الحمام على يدها، كلنا بنعمل كده، كلنا بندخل الحمام وبنمسك طبق بلاستيك ونحط فيه هدوم كده تحت المية سريعا سريعا وبنغسلها بسرعة. تكون هدوم سوداء، هدوم غامقة، أي هدوم يعني أيا كان. فمش على طول بنغسل على الغسالة يعني. بس فهتدخل فين يا عيني هتلاقي قاعدة الحمام في وشها كده، سدلها الحمام خالص تسد النفس كده في الوش. وهتلاقي قاعدة بلدي من الناحية التانية متقدرش تروح ناحيتها، هتلاقي الحوض جنبها. يعني لو قعدت تقعد في جوز الباب ومش هتعرف تقعد كمان، مع ان الحمام واسع. بس اقول عليه والله ان شاء الله باذن الله هخليه يعمل التعديلات دي. نيجي هنا كده تبارك الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلم برضو فيه يعني كم التعليقات كده، هو يعني مش تعليقات، يعني قصدي ايه لفتات، يعني لفتات الفت نظركم لحاجات كده حصلت. الصورة مش موضحة. السلم يعني مش عايز كلام، تحفة. رخام مع السيراميك تحفة تحفة تحفة، يعني بجد جميل جميل والله ما شاء الله. الله يهنيهم يا رب ويسعدهم يا رب. فالدرج ببص كده، جيت وقفت بص كده، بص المكان يعني مش عارف هتشوفوه ولا لا. هنا مهند كان نازل والولاد عمالين يطلعوا وينزلوا. تقف هنا على الدرج تحس نفسك هتوقع من فوق. بص كده المنظر، تحس نفسك هتوجع من فوق. فانا بصراحه خوفي كله على عيال اختي اللي دقيات بيقول لكم عاملين بيرمي لكم بوسه، وسيد ابن اختي نازل ورا برضه. الخوف كله على العيال الصغيره اللي بتطلع وتنزل. ان الدرج ده قريب جدا جدا من الدرابزين بتاع السلم. يعني تقف على الدرج كده تحس ان انت اصلا، انا كبيره كده حاسه نفسها هتشوح من فوق. فدي حاجه برضه استفزتني. رحت طلعت له قلت له يا عم انت لازم تفك الدرج ده، الدرج ده لازم يتفك. كان لسه لاين عامله لازم تفكه. فاخويا قاعد يفهمني الكبير، قال له هو عامل بسوى الشقه، وهو عامل مسافه 15 16 سنتي، 16 سنتي في الرخام. هنا مريم كانت بتكلمكم برضو بنت اختي. فانا اصلي بصوا يعني مش مشغوله جوه مع الكلام اللي بقوله لكم ده، مهم جدا بالنسبه لي. فرنيت على خالي فبساله، قال لي لو 16 سم بقى كويس. قلت له طب ايه؟ قال لي اصل هو مشكلته، هو قال لي برضه فهمني ان هو متحكم بمقاس الشقه، يعني مقاس الدرج يعني مقاس الطرقه بمقاس الشقه بمقاس السلم كله. انا على قد معرفتي ماليش معرفه جوه في الحاجات دي. تمام. هنا كنت بصور لكم برضو الدرج عامل ازاي. انا الردمه المحطوطه تحت مني دي كتيره خالص. ف قال ايه الحل؟ ان انت تحطي درابزين للسلم. درابزين يعني زي درابزين حديد او مسكة حديد كده ينزل ويطلع عليها. قلت له تاني تكلفة تاني، تلت ادوار اعملهم حديد تاني، درابزين تاني. فقال لي انا مش مشكلتي تقسيمة البيت من الاول، واللي عمل السلم عمل واقف كمان، تحس ان السلم واقف مع ان السلم كان واسع وحلو والله. تحس كده في سلم تحسيه واقف، فتحسيه يضايقك في الطلوع والنزول يعني. فهو ده السلم بعد ما اتعمل تحسيه واقف. بس هو ما انكرش ان هو تحفه والله، تحفه بجد. يعني نطق البيت بجد، خلى البيت تحس ان انت قاعده في قصر ما شاء الله. يعني الله يهنيهم يا رب. فبرضه امي جايت لعالي واخواتي كلهم معترضين عالي عالي السلم. فرحت قلت له لا لازم تفك السلم ده وتشيل الردمه دي. قال لي للاسف مش هينفع، الفك سهل بس هو جاي بسوى الشقه. لو عملته اقل من كده هيبقى تحت، يعني مش عارفه هيهبط عن الشقه ولا إيه، مش فاهمه يعني. اهو زي ما انتم شايفين كده، يمكن مش ظاهر قوي، ظاهر بس المنظر ان هو البيت نور وبقى جميل ما شاء الله. بس مش ظاهر قوي ان السلم اصلا الدرج قريب جدا من الدرابزين. فخايفه على العيال، الله يا رب يسلمهم ان شاء الله باذن الله، عشان العيال طبعا طالعين نازلين طالعين نازلين.
الحمد لله وشكر لله، الحمد لله يا رب. هنا خلاص يعني ان شاء الله، يعني باذن الله يوم كده ويقفل وخلص الرخام بتاع السلم هيتقفل خالص بامر الله. وان شاء الله باذن الله تعالى ناخد هدنه كده، هو هنرجع لكم تاني بقوه باذن الله تعالى، ان اراد ربنا يكون في العمر بقيه هنرجع لكم بقوه ناخد هدنه بس كده. هو هقول لكم الهدنه دي ليه واعمل ايه وتفاصيل في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. بس كده هو. وادي برضو ايه, الردمه بتاعت السلم باجي تحت، هو النهارده اشتغلوا فيها يعني، ما صورتوش لسه وصلوا لحد ايه وكده. وبكره ان شاء الله باذن الله هيسجوا السلم خالص وهيبقى انتهوا من السلم ان شاء الله. قلت له اوعى تنسى العمود اللي فوق اللي على الدرج ده، العمود اللي باقي اللي جنب الماسوره، والعمود اللي في حمام العريس فيه سيراميك بتبقي، لازم يكملوا بامر الله. وهنا الواجهه زي ما انتم شايفين بصراحه، يعني انا بصورها لكم دلوقتي غير انتوا جايين من بره كده بتبصوا على البيت. امي فرحانه خالص بالواجهه بتاعت البيت، والله فرحانه يعني، قاعده تدعي لي دعوات يا رب اجعلها من نصيبي. هنا ام ساجد قالت لي تمسحش، قلت لها لا خلينا نمسحه كده عشان حابه اشوف المنظر، لان النور كل شويه بيقطع، مش عارفه ايه مشكله النور معانا احنا. النور على طول قاطع، يا اما النور والميه على طول، الميه ضعيفه والنور قاطع. بس فرحت ايه قلت لا امسح وكده، وشيماء كانت بتغسل في المواعين وقلت امسح، ومساجد برضو قعدت تطبخ على السطح، وانا مسحت الشقه جوه يعني الدور الارضي مش كله، يعني مسحنا الطرقه ومسحنا الحاجات اللي داخلين طالعين عليها عشان الناس وكده. وبرضو امي خدت ام عدي وراحت تكشف الواد الصغير كان تعبان. بس انا كنت شاريه جبنه خضراء، جابتها لي بنت اخويا ام محمود، راحت اشتريتها لي من واحده ست هنا جنبينا، طعمها جميل، اتفضل وتستاهل بقكم والله. بس انا مسحت الارضيه، كل ما تمسح الارضيه بحس بستمتع بالمكان لما امسح الارضيه، رطبت لان النور كان قاطع والدنيا حر، وبعد كده النور جه بعد ما خلصت. بس شايفين بقى عامل ازاي ما شاء الله. كل ما ادخل هناك عند الحمام احس ان انا عايزه امسح فيه وانضف فيه كل شويه. فرحانه بالمكان يا عم، الله يا رب يسعدهم ويهنيهم ان شاء الله ويجعلوا قدم السعاده عليهم باذن الله. ما تنسوش يا حبايبي في اللايكات وتقدروا مجهود وتعب وتقدروا نزلتي في الحر. انا عارفه اني مش نازله ليكم، نازله لبيت ابويا، بس انا عشمانه في ربنا ثم فيكم ان انتوا تقفوا معايا عشان قناتي تكبر، وان شاء الله استرزق من القناه واقبض منها، لان اللي بقالي فتره طويله مش عارفه ايه المشكله في القبض يعني بالظبط في القناه. وان شاء الله منتظرين باذن الله، وكل تاخيره وفيها خيره وكله بامر الله والحمد لله. استودعكم الله.